زمان وانا دلوقتي يا حاج بما يرضي الله بأمانة ربنا. لو انا هرجع تاني للزمن اقتل الزمن اللي احنا فيه دلوقتي وارجع تاني. بالظبط. طبعا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. استنى، متجوز 2 وايه؟ معايا 5 رجاله ولادي. لا متجوز 2 ومقومهم على بعض بتقول؟ اقسم بالله من اول يوم بيتهم مع بعض. جبروت الصعايده وعفت. ربنا يكفيك شر الصعايده، اوعي تفكري في واحد صعيدي. انت اوعي. يعني انا انصحك لوجه الله والله العظيم. دماغهم وحشه. وحشه يعني مؤذيه. من عذاب شديد. لا اقصد ان انت ما شاء الله الله اكبر عليك. لا يعني عمر ابويا ما مثلا اقول لك على حاجه ما قال لامي مثلا ايه يا حاجه ولا يا بنت قومي. طب وهو هنا لما يقول لها يا بنت قومي هو كده ممكن يكون متعصب ولا برضه عادي؟ لا ده دلع. ده دلع والله العظيم ابويا لما كان بيتدلع مع امي اقسم بالله كان بيضربها بالشومه. والله بالشومه دلع. والله العظيم ما بكذب عليك. والله انا عارفه، انا حاسه الصعايده برضه ممكن هزارتي ايه. وويل للكافرين من عذاب دي قبل مسجد شديد. ممكن احط كرسي جنب حضرتك عشان اقعد؟ يا عباية مشهور ابن البيت. ايه عم محمد كده حلو قوي. دورك بقى. تعالى يا محمد مكاني. يا اخي ده مكان الباشا. لا يا حبيبي يا سلام، ما يغلاش عليك يا عم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. على مالك يا طبنجة طبنجة. طبنجة بس. لا بالله عليك. اوكي نبدا. اوكي استاذ محمد. استاذ ايه؟ اموري. اسم حضرتك؟ انا؟ لا. اسمي عبد الرحيم عبد الفتاح محمد. ما شاء الله. محافظ الصغار. لا انا مش هعمل بطاقه، اسم واحد كفايه. واحد بس؟ عبد الرحيم كفايه الحمد لله. وانا اقول ولا مش مهم؟ اللي عاوزه تقوليه قوليه عادي براحتك، المجال الوقت بتاعك يعني. خلاص مش هقول. يا سلام. حاسه انه شبابك وطفولتك احسن من طفولتي وشبابي بنسبه كبيره. اكيد طبعا، ده بنسبه كبيره جدا، واحنا عشنا ايام احسن منكم بكتير بكتير، خدنا الخير كله. انتوا يا دوبك لحقتوا ها على الهامش بس خلاص. شكرا، اجابه متوقعه جدا. زمان ولا دلوقتي؟ لا زمان طبعا كل حاجه. لا الزمن بتاعكوا احلى من الزمن ده 100,000 مره. زمانكوا كان احلى بكتير. الزمان الاولاني زمانكوا انتوا كان احلى من الزمن اللي احنا فيه كذا مره. كانت زمان العمله رخيصه بس ما كانش فيه فلوس، لكن دلوقتي فيه فلوس كتير. اي واحد ماشي في الشارع معاه فلوس. واحد الست معها بالالافات. كان الاول ما معاش. الاول في الخمسينات ما كانش حتى الواحد معاه 5 ساعات. يبقى الحاجه قدامه اللحمه قدامه ويبص لها كده ويقول لها السلام عليكم. ما معاش فلوس يجيب، لكن دلوقتي معايا الفلوس اجيب على طول، لان الفلوس دلوقتي موجوده. الزمن دلوقتي اللي احنا فيه احسن من الزمن الاولاني 100,000 مره. لا الزمن بتاعكوا احلى من الزمن ده 100,000 مره. ايوه. انت عارف ان انا سالت واحد النهارده الصبح وقال لي لا طبعا دلوقتي احسن بكتير. زمان كان اللحمه كانت تبقى موجوده ومش عارفه ايه، وما يبقاش ما يبقاش فيه فلوس. كنا نقعد مش عارفين نجيب كبريت. ده بكلمك في الخمسينيات، مش عارفين نجيب كبريت. هو كان مواليد كام؟ هو اللي كان بيكلم حضرتك لما من كان كبير قوي، بس هو قال يعني بيتكلم في عدى ال 100 سنه. لا 50 يبقى 75 سنه مثلا.
ده المفروض يشكر ربه اللي هو عايز، ده هو عايز بخير زمان. تعالي النهارده الشاب مع احترامي ليك بتاع الايام دي لو كمل 50 سنه بيقولوا عليه الله اكبر. والله العظيم بيقولوا بيعملوا له عيد ميلاد لغايه دلوقتي. كانت الخمسة صاغ اسمها الحاجة 5 صاغ. دلوقتي ال 100 جنيه هجيب بيها أي حد وأنا واقف. الزمن اللي احنا فيه دلوقتي 100 أحسن من الأولاني 100,000 مرة. ماشي. أدي رأيي. في الخمسينات أنا مشيت. الخمسينات. انما احنا السمنه البلدي، انا امي والدتي عايشه لغايه دلوقتي عندها 92 سنه. افتكر اللي من 50 سنه فات. بقول لك ايه يا هندسه؟ بقول لك ايه؟ اعتقد انا الوحيده اللي بحب العرقسوس. بتاع العرقسوس ما كانش راضي ان انا اصوره، بس لما اشتريت من عنده قال لي لو عايزه تصوري طبعا ما فيش اي مشكله عادي. انت عارف ان انا رغم ان انا كبيره ماشيه في العشرينيات، بس عشان افصل بتفرج لسه لغايه دلوقتي على توم اند جيري. هو انت بتعيش طفولتك بس بشكل تاني خالص غير ان احنا عشناها صح. هل انت بتقول ان انا عندي طفوله متاخره؟ ممكن. كلنا عندنا طفوله متاخره، وده مطلوب دلوقتي لانك ساعات كتير قوي بتحن لزمان وايام زمان لانك انت ما عشتهاش صح. ما عشتهاش صح. طب هقول لك على حاجه تانية. انت عارف ان انا ساعات عشان افصل ممكن اروح اتفرج على كرتون؟ كرتون؟ لا كرتون اعمل ايه؟ انا مش بتاع كرتون. هل انت لغايه دلوقتي بتتفرج على كرتون وانت عندك حاجه و60 سنه؟ كرتون؟ انا اتفرج على كرتون؟ حرام عليك يا شيخي، والله ما فاكر. بتفصل ازاي؟ والله ما فاكر ايه. كمل. ما فاكرش يعني ان انا عندما اشوف عيال مثلا بنت ابني تجيب الكرتون يبقى يوم ما يعديش، يوم اسود من اول. ليه؟ يا بنت اجل بالفجر ده اللي جايبهوني. الفجر؟ تيجي المرأة تروح جايبة على الهندي التركي ولا الهندي كمان اللي بيتفرج. ده سنة سودا ومجندل يا جدعان، هاتوا لنا حاجة مصرية. سنة سودا ومجندل؟ يعني ايه مجندل؟ يعني مربربة. مربربة. طين. ايوه ده زي الكبير قوي. ايوه الكبير قوي بيقول كده صح. يعني انت مش فاكر انك بتتفرج على كرتون؟ لا والله كرتون. لا عارف الكرتون والله؟ لا ما اعرفه. انت ممكن تعمل ايه عشان تفصل عن الشغل لو بتعمل حاجه غريبه؟ بص، هي الضغوط كتيره قوي، فانا لازم اخرج من المود اللي انا فيه والحياه والكبت ايه الحاجه الغريبه اللي انت بتعملها؟ الحاجه الغريبه يا ستي الكل ان انا ممكن اهرج اعمل قفشات مع اي حد خارج او داخل عندي. هل انت كرنج؟ يعني الى حد ما، على حسب انا عايز اقولك ان انا كرنج جدا. انا ممكن معيش سني. انا مش عايشه سني بالظبط كده. هو ده المطلوب دلوقتي. انت البريس اللي عندك الخارجي ده ممكن يخليكي في عالم كله اكتئاب. طب ليه؟ وانا في ايدي ان انا النهارده ابقى كويس وجميل وحلو والناس كلها بتحبني وبيجوا مخصوص يسلموا عليا. احكي لك شغله. ما سمعتش السؤال. المكنه بايظه سليمه ومكسوره كل حاجه. بص بكام؟ بقول لك ايه، 50 جنيه حلوه؟ ثبات 75. علمني كلمه صعيدي ما يعرفهاش الا الصعايده. يعني عشيه عشيه بالليل. عشيه يعني امبارح. عشيه يعني امبارح. يعني انا قابلتك عشيه. لا حاجه تانية. حاجه تانية. عايز تخش؟ اتفضل. بدل ما يقول له مثلا ايه شمال يمين، لا مجبل مبحر. مجبل مبحر؟ شمال ويمين. مش شمال ويمين. لا مجبل ومبحر. انتوا عندكم هنا تقول شمال وجنوب. احنا مجبل يعني الجنوب، مبحر يعني الشمال. بس الشمال والجنوب فوق وتحت، انت عامل يمين وشمال ليه؟ عندنا اللغه كده، يعني يقول له انت مجبل. على الصعيد يقول له بدل ما يقول له انت مسافر على الصعيد لا يقول له انت مجبل. اوكي. رايح مصر يقول له انت مبحر. لا حاجه كمان انا يعني حاجه تاني. ماشي. هو انا كنت انا اللي هسأل حاجه تاني، بس انت لو عايز تجاوب حاجه تاني جاوب. لا قولي عادي، قولي، ما هو الرأي مشهور. ماشي. على فكره انت ميولك للاماكن القديمه بالحكايات القديمه دي حاجه كويسه جدا بس ده هيجيب لك اكتئاب.
الاعمار بتاعتنا يعني انا عندي 64 سنه ما شاء الله. والله اكبر. انا لولا الحادثه اللي في رجلي انا كنت بلعب كوره. ما شاء الله. والله بكلمك جد مش تهريج. طلقه؟ الحمد لله. ايه؟ حد من الاطفال الصغيرين الصعيده بيهزر معاك بالمسدس؟ اولاد ولادي بيهزروا بالمسدس. احفادي بالمسدسات وتهريج، وياخد مني الطبنجه ويلعب بيها. والله بكلمك، بس انا جايب لهم طبنجات صوت طبعا مش حقيقي يعني. ولو حقيقي والله عادي. لا ده الحقيقي في الصعيد، انما هنا ما يقدروش يجيبوا حقيقي. وايديها تبقى لا عارف لما بيلبسوا خواتم كده مش سامبل بس مجعلصه كده وخوايش ذهب وايديها ناشفه. العلاسه دي ما سمعتهاش بارسني. لا مجعلصه ايوه. لا هقول لك مصطلحات تانية. شهل يعني ايه؟ شد حيلك يلا اسرع. وقوام. ما هي برضو نفس المصطلح. شفت كلام قديم بجد مش اي حد يعرف. شهل وقوام. رهوان تجي لي بسرعه. والتك. تك يعني ايه؟ تك يعني ايه؟ اكد على المعلومه او دوس عليها. زمان كان في طيبه قوي. بصي النهارده يعني زمان عندنا في الصعيد تعدي في شارع زي كده السلام عليكم ابو مين ما يقول لك اتفضلي وقومي. لو انت جايه العدو ليه بيرحب بيك الاول ويديكي واجبك ويوصلك لغايه هناك. تعالي هنا في مصر تبقي عارفه فلان ما تعرفيش فلان. بيتعاملوا كانهم اجانب. ايوه البرود ده بتاع الاجانب. لا الصعيد يعني معلش بتوع زمان غير دلوقتي. طبعا. عمره ما شفت واحد صعيدي خان واحد ولا غدر بواحد. بصي والكرم والله ما بكلمك عشان صعيدي انا، هو كل الناس تقول الكلام اللي انا بقوله. الصعيدي مهما راح ولا جه لا اخر لقمه ببيته بيقدمها لك. اخر لقمه مش بخيل. طبعا. ممكن تقولي بعض الصعايده بخل عشان عاشوا في القاهره. نفسي يبقى معاه مليارات وملايين وبخيل على نفسه وعلى بيته وعلى كتير. طب خلينا نخش في سؤال تاني. اتفضل. انت ليه بتبص هناك وحاسس انك قرفان كده؟ لا والله انا زي ما تقول الجو حر وقاعدين في مكان. متأكد؟ مش انا اللي كاتمه الجو يعني؟ لا والله انت زي بنتي يعني. افتخر ان انا اتكلم معاكي اهو. ميرسي والله شكرا. يعني تخيل مره جبت واحد يدهن لي الاوضه. تخيل علشان يدهن الحيطه كويس راح لطش بالفرشه في السقف. فهنا هو بوظ لي الدنيا. فبقول له لا انت ما تخبطش على السقف او اعمل بالابيض على السقف نضفه. يقول لي لا انت كده تدفعي اكتر وده كده اسمه تشطيب سوبر لوكس. صناعيه دلوقتي ما لهمش اي لازمه خالص. بص يفضل قاعدين بالشهر ما فيش شغل، واول ما يلاقي شغلانه بقى يعلي بقى ياخد ثمنها. ده كان صعب جدا لا يطاق. ولما يبوظ لك حاجه لا انت اللي ملزم. انا يعني يعني الموضوع صعب ان هو يشوف شغله بشكل كويس. بس انا حاسك اسوان. لا من سوهاج. بس محروق من السواق. انا كل الاسواق فيها سوق الجمعه، سوق الخميس، سوق الثلاث، سوق الحد، سوق السبت. جميع اسواق مصر انا فيها. ما شاء الله. اقلم كده من سوق. يوم السبت. طب بتفصل ايه؟ طيب بتفصل عن ايه لما بتبعد عن الشغل؟ يعني انا بص في العشرينيات يعني مش كبيره قوي برضو بس بتفرج على كرتون. يعني اختي الصغيره لسه في المدرسه بتبص لي نظرات لما تبقى معديه كده من الصاله وانا قاعده بتفرج على توم اند جيري. بتبص لي نظرات اللي هو انت بجد انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ هي نفسها تحسها اكبر مني عقليا. فده هي بتبقى يعني روحك انت عاوزه تتفرجي على الحاجه دي، انما مش بالكبر سن ولا بالصغر. ما هي برضو اللي هو أيوة. انت بقى بتفصل بايه؟ افصل يعني انا بفصل عن حياه الكبار دي بالكرتون. انت بتعمل ايه؟ انا بصراحه بيني وبينك بفصل بام كلثوم، الشيخ ياسين التهامي. بتقزقز طلقات؟ لا صعبه قوي دي. يعني الاطفال الصغيره بتقزقز طلقات وانت لا؟ والله العظيم كانوا عندنا في البلد بيلعبوا بيها سيجا العيل يحط يا درمي متسمم. طب وانت ما بتلعبش السيجا ليه؟ لا لعبت زمان الصراحه وانا صغير لعبت. اكذب عليك ايه؟ طب اعمل ايه عشان افصل غير الكرتون عشان اختي ما تتريقش عليا؟ مش عاوز اقول لك شغل قران يعني. لا عادي اشغل قران. انا بشغل قران فعلا. بس ايه تاني؟ يعني معلش حاجه ترفيهيه كده. حاجه ترفيهيه. فيلم مثلا. فيلم. هاتي تمثيليه صعيديه.
وانت تموتي من الضحك والله. زي ايه؟ ريا وسكينه صعيدي؟ يعني ذئاب الجبل. ريا وسكينه اسكندرانيه مش صعايده. صح. ريا وسكينه لا، مثلا هاتي مثلا ذئاب الجبل ده مش تركي؟ مين؟ ذئاب الجبل لا مصري، بس في ممثلين تركيين اللي هو فلان الفلاني ده. ده تركي. انما هاتي مثلا اي تمثيليه او فيلم صعيدي اتفرجي عليه تلاقي ليه لذه وليه طعم عن اي حاجه تانية. حاجه كده مصري اصيل. يا سلام لو شوفهم هم بياكلوا مثلا الحمام المحشي. والمصحف عندي الوليه بتعمل لي على كده دلوقتي حمام محشي بالفريك، والله لو تيجي تتفضلي معانا. يا نهار ابيض على الكرم بتاع الصعايده. انت عارف بقى انا عمري ما اكلت حمام بالفريك، انا اكلته باكله بالرز عادي. عظمه خالص. ما فيهوش عظمه اصلا اللي هو قوي. ما فيهوش عظمه. حاجه كده ورخيص. عادي عادي انا هعملها. كنت عايزه اسال حضرتك الحاجات دي بتجيبوها منين؟ او انت مثلا الحاجات دي بتجمعها ازاي؟ ديت بنجمعها في زي فلل قديمه وشقق قديمه بتبقى بتاعت ورثه عايزين يبيعوا الشقق فلازم يبيعوا العفش اللي فيها. فبيبيعوا العفش بالحاجات دي؟ نعم. فين بقى بيبيعوا العفش فين؟ بيبيعوا العفش فين؟ هو في الشقه نفسها بتلاقي السمسار جه قال لي مثلا في شقه تتباع قديمه عايزين نفضيها تيجي تاخد يعني انتوا بتبقوا على معرفه مع السماسره؟ اوكي. مع السماسره والبوابين اللي هي بتاعت الزمالك والمهندسين. ايوه صح الزمالك. نفسي في نوع جزمه زي كده من زمان. لا بقول الفيديو فاينلي لقيتها، بس اتمنى انها تبقى على مقاسي. سماعه كده. سماعه بس كده. في اختها. مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. في اختها من الباور. عاملين كام؟ عاملين 400. شغاله لاي قناه يعني خاصه ولا حاجه؟ لا اشتغلت في الباور بتاعه كده؟ شريط ولا حاجه شوفوا بيروح ويرجع ولا لا. مواليد كام يا حاج؟ بعدين انا اكبر منك كتير، مقام كمان. الله يخليك. لا يا ربنا يخليك. كتير مقام. تسلم لي. انت مواليد كام قول لي؟ انا 61 اخر 61. اخر 61 ما شاء الله ربنا يديك الصحه. مش قلت لك انا اكبر منك؟ ما انا قلت لحضرتك كبير مقام. 55. 55 ايوه مواليد 55. ايوه يا حاج. مين مواليد 60 بقى؟ هو 61. قلت له انا اكبر منه مش مصدق. 6 سنين. لا مصدقك ليه مش هصدق. 6 سنين. 6 سنين. ربنا يديك الصحة. فرق احنا كنا بنلعب كوره وانت ما كنتوش لسه موجودين. كنا بنشرب لبن وانت ما كنتوش لسه موجودين. انت مواليد كام و60 ولا ايه؟ كام و60؟ لعبنا البلي وانت ما كنتوش موجودين. لعبنا البلي وانت ما كنتوش موجودين. لا احنا لعبنا سيدي. كنا بنجيب كنا بناخد الملاليم ونجيب بيها اللحمه والفراخ بالملاليم. انت ما كنتوش موجودين. كان اللحمه بالرطل ما كانتش بالكيلو ولا الكلام ده. واخد بالك؟ بالمليم. بالرطل. بالرطل رطل ايوه. كنا بنجيب كيلو اللحمه ب 35 قرش. هو عاوز يعرف ب 35 قرش. يعني انا كنت بروح، احنا 14 فرد في العيله بجنيه، كنت بروح اجيب 2 كيلو لحمه والخضار كله كان معايا الباقي الجنيه. لازم الشريط. لا ما يشتغلش كده. لا ما يشتغلش كده ما عندهاش. شفت بقى الجيل القديم. ما انا قلت لك، ما انا بقول لك اهو. حركه ميكانيكيه ياخد الشريط وينزل. زمان وانا دلوقتي يا حاج بما يرضي الله. بأمانة ربنا لو انا هرجع تاني للزمن اقتل الزمن اللي احنا فيه دلوقتي وارجع تاني. بالظبط. شفت طبعا نفس الكلام. لو انا هرجع تاني لورا اقتل الزمن ده، لان ده زمن لا في جيل ولا عهد ولا اي حاجه خالص. ولا في اي حاجه. انا نفسي يرجع نفسي نرجع لايام الملك. نفسي نرجع. لو رجعنا للعهد ده لما كانت مصر والسودان دوله واحده، لما كانت حدودنا داخل جوه غزه، لما كان الجنيه المصري ليه قيمه، لما كان الشعب المصري لما كان العامل الاجنبي هو اللي شغال عندك وانت كنت باشا. كان كسوة الكعبة تطلع من بلدك. كل حاجة كان لها قيمة. تاريخ. مش شغال ها؟ هو شغال مش عايز شغل. زمان افضل. عايز شغل. ليه مش بيشتغل؟ هو بيبقى التروس مع الركنة تراب وكده. خلاص خلاص الدولة مش الهيد ها؟ نرجع ونقول الحمد لله ان السبب اللي احنا فيه ده كله هي المؤسسه اللي احنا فيه دلوقتي. هم اللي بوظوا الدنيا كلها. المؤسسه النظاميه.
هي البعوثة الدنيا. بخدم لوجه الله الكريم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني في الآخر ويحسن لي الخاتمة ان شاء الله ان شاء الله. حسن الخاتمة يا رب، ويخلي لي في أولادي، خلي لي أولادي وأحفادي وتمام التمام. والله أنا مش عايز حاجة غير حسن الخاتمة. والله وانا ما بقتش عايزه حاجه غير حسن الخاتمه. الخاتمة بس أهم حاجة. الواحد يعني حتى لو انا صغيره اللي هو بدأ ربنا ان الدنيا ما تغرينيش وان انا لسه في سن صغير، لا انا عايزه الجنه في الاخر. الدنيا دي ملهاش اي عازه عندي، ملهاش عازه عندي، اهم حاجه الاخره. ما انت في سن يعني مثلا انا في سن اللي هو عايزه انبسط واعمل فلوس كتيره واروح واجي، فاللي هو بخاف الحاجه دي ممكن تغريني في يوم من الايام. لا 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 لا، كله هيزول، كله هيزول. الوقت اللي انا عايشه لازم يكون في عباده وفي تسبيح وتكبير وكل حاجه لله سبحانه وتعالى، عشان هيحاسبنا ربنا هيحاسبنا عليه. لكن الدنيا دي كلها دي فانيه ملهاش لازمه. قول لي نكته انت منور. لا نكته عن قول لي نكته بالصعيدي بسرعه. اقولها لك عن ست انا حصل كذا. قول لي. جدنا الله يرحمه كان في القاهره هنا، فجاب زي حلل كده بلاستيك. بلاستيك مش ألمونيا ولا نحاس ولا الكلام ده، بلاستيك. فزمان ما كانش عندنا في البلد يعني بوتاجاز والكلام ده ولا بابور، لا فرن. فستي راحت حاطه الطبيخ في الحله البلاستيك وراحت حاطاه في الفرن. والله ضربت؟ جاء طبعا هي عماله تهرب، فبتشد الحله البلاستيك كده، طلعت معاها اتمطت البلاستيك لوحدها. معايا جدي دوت اللي بقول لك عليه، جه مصر هنا زمان وانا طفل صغير. اول ما طلع فوق كوبري رمسيس ده قال يخرب بيت اصحابك، ده انت فيك 100 جنيه عربيات. مصر فيها قالت 100 جنيه عربيات. اوكي. لا مش عايز الصعايده يحاربوني بقى. خلاص. حرب غزه ولا حرب ايران. كل ده عشان شكل امال ماهر اللي بتغني. انا؟ شكرين عملنا جو. اشتغل الساعة؟ الرزاق بتاعت ربنا. لا بالظبط. ماشي. احنا كده خلصنا. الحمد لله. الحمد لله والله. خدت انت الجولة. لا والله وقعدنا مع لا جميل، لا جميل السؤال من عاوزه. الراجل التالت ده عم محمد من عاوزه. شكرا جدا بجد. اجيب لك اي حاجه ساعه. تسلم يا رب. لا ميرسي. مش عايز الصعايده يحاربوني بقى. خلاص. كات لهم كات او باي باي. باي باي. لا سلام. باي باي ايه؟ ما ينفعش بالصعيدي يقول باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه كده. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. تحفة بجد يا جايز.